السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بصحه جيده. اليوم وصفه لرجوع اي شخص تفارق معك. فلا كان فراق بينك وبين اي شخص، غديري النيه وغديري هاد الوصفه اللي هي واعره بزاف البنات. كنطلب منكم طبقوها الله يرضي عليكم، وما تبقاش يديكم باردين عليكم، خاصه في هاد الاوائل ديال الشهر العربي. مهم البنات حاولوا انكم تكثروا وتخدموا الوصفات، والله يسهل عليكم والله يفتح عليكم ببال الخير. مهم البنات الطريقه سهله، من اسهل ما يكون. بغيتكم تطبقوها وربي ان شاء الله يجيب لكم تيسير. مهم البنات غتاخدي يدك اليمنى، من الاحسن تكون على طهاره، ما تكونش عليك الحيض، ما تكونيش عليك الجنابه. غتكتبوا البنات هنا في هاد اليد، غتكتبي هاروت وماروت. غتكتبي هاروت بحال هكا، هي صعيبه باش تكتبي في اليد في اليد اليمنى، صعيبه شويه، ولكن نتوما غير حاولوا انكم تستعملوا قلم احمر، وتجي هنا تحت هاروت وديريوا هنا ديري ماروت. طريقه البنات راه غير يدي عرقانه، داكشي باش ستيلو كيتقطع. نتوما البنات تكتبي هاروت وماروت. نتوما حاولوا انكم، راه يدي عرقانه شويه ما مسحتهاش قبل ما نكتب، فانتوما راه غادي يكتب لكم عادي. المهم كتكتبي هاروت وماروت. من بعد البنات غتشدي هاد اليد هادي وغتحطيها فوق الصدر ديالك، فوق الصدر ديالك البنات. تكوني مختاليه بوحديتك، تكوني طاهره، تكوني نقيه، تكوني دايره نيتك الخالصه. من بعد البنات غتكملي الوصفه بهادشي اللي غادي نقول لك. وحاولي انك ديري الوصفه وانتي حاطه نيتك فيها بان هذاك الشخص غيتصالح معك او غيرجع ليك الا كان خصام بيناتكم او برود في العلاقه. مهم او فراق، واخا يكون فراق مده طويله، فالوصفات ديال هاروت وماروت كيكونوا ناجحين بزاف. مهم البنات ملي تحطي يدك على الصدر ديالك، غتحطي يدك على الصدر ديالك وغاديه تقولي بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرق بين المرء وزوجه. فهاد الآية البنات حتى إلا كان شي سحر أو تفريق أو حسد، راه هاد الآية كتخلي هداك الشي يتلاشى باش تعرفي شنو كاين. مهم البنات هاد الآية من سورة البقرة، الآية 102 من سورة البقرة، الآية 102 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه. صدق الله العظيم. هاد الآية البنات حاولوا تكرروها 5 ديال المرات وانت حاطه يدك على الصدر ديالك. الصدر ديالك يعني الصدر ديالك يعني ما بين القلب ديالك وما بين الجهه اليمنى ديال الصدر ديالك، يعني في الوسط. حطي يدك في الوسط فوق صدرك وقراي هاد الآية 5 ديال المرات. من بعد البنات ملي تقرايها 5 ديال المرات غادي تقراي هادشي اللي غادي نقول لك. وبالنسبه للبنات اللي ما تيقدروش انهم يحفظوا هادشي، فعادي انك تكتبيها في واحد الوريقه قدامك وتبقاي تعاوديها تكرريها حتى تكملي الوصفه ديالك. مهم البنات من ورا ما تقولي الايه الكريمه باذن الله 5 ديال المرات، غادي تقولي من وراها مباشره: اللهم بحق هاروت وماروت وما دب تحت الشمس والقمر أن تحرق قلب فلان ابن فلانة على فلانة بنت فلانة. اللهم بحق هاروت وماروت وما دب تحت الشمس والقمر أن تحرق قلب فلان ابن فلانة على فلانة بنت فلانة. اللهم بحق هاروت وماروت وما دب تحت الشمس والقمر أن تحرق قلب فلان ابن فلانة على فلانة بنت فلانة. بالنسبة للبنات اللي ما كيعرفوش الاسم
ديال الام ديال الحبيب ديالهم او الزوج. الزوجه غتكوني عارفه الاسم ديال الام، مثلا البنت كتخدمها الحبيب ديالها فتقولي ابن حواء، مثلا الاسم ديالو عادل تقولي عادل ابن حواء. الا كنتي كتعرفي الاسم ديال الام ديالو، مثلا الاسم ديال الام ديالو عائشه تقولي عادل ابن عائشه. يعني وانتي عاوتاني فلانه بنت فلانه تقولي الاسم ديالك انتي والاسم ديال الام ديالك. فهمتوني البنات؟ راه زوينه البنات هاد الطريقه، والله العظيم زوينه. الاحسن ديروها في الليل، وديروا كتبوا في يديكم بالليل، وملي تمشي تنعسي ما تمسحيش هاد الاسماء هادو، خليهم في يديك ونعسي بهم. وفي الصباح خدي شويه العطر او ما ورد او ما زهر وخدي ومسحي به هاد الاسماء هادو اللي في يديك، وما تخافي من حتى شي حاجه. وبالنسبه للبنات اللي تيخافوا من بحال هاد الوصفات هادو، فهي ما هاد الوصفه ما فيهاش الاذى نهائيا. ولكن الا كنتي كتخافي حاولي انك تقراي آية الكرسي بنية تحصين نفسك، بنية انك تحصني نفسك. قراي آية الكرسي 7 ديال المرات، وانت حاطه صبعك السبابه على الصدر ديالك بنية التحصين، فربي غادي يسهل عليك ويفتح عليك باب الخير يا رب العالمين. كنشكركم بزاف بزاف على البنات على التعليقات ولا التفاعل. ما تنساونيش من لايك وتعليق وبارطاج الفيديو من طبيعه الحال حتى الى عجبكم. وكنبغيكم وعزاز وغاليين، والبنات اللي يقدروا يدوروا لي التعليقات واخا غير بقلياب واخا غير بوريده، غنكون فرحانه بزاف. وفي نفس الوقت الفيديو غادي تقترح على ناس جداد وغادي تشجعوني بزاف. المهم البنات الا كان شي حاجه ما مفهوماش في الوصفه حاولوا انكم تكتبوا لي وغادي نجاوبكم ان شاء الله كاملين. بالنسبه للوصفه يعني في اي يوم حبيتي تخدميها خدميها، ما عندهاش يوم محدد. يعني كنصيحه ما عندهاش يوم محدد، هي كمعلومه. وبالنسبه للبنات شنقول لكم، ديروا عفاكم النيه وخدموها، راه زوينه وكتجلب اي شخص ولو يكون فراق سنين او فراق اشهر. فما عندك ما تخسري، ديري النيه وجربيها، راها غاديه تعجبك بزاف وغتعطيك نتيجه باذن الله في نفس اليوم او في نفس الليله. غير طبقوها وربي يسهل عليكم. وما تنسونيش البنات من الدعاء ديالكم الخالص ليا، راه كنبغيكم وكنحماق عليكم، وشكرا لكم كاملين. كنتو داخل المغرب او خارج المغرب كنبغيكم، وديما كنحاول نسهل عليكم ونجيب لكم وصفات بدون اعشاب باش كاع البنات يقدروا يخدموا، سواء اللي قادرين البنات اللي قادرين انهم يوفروا انهم يشريوا اعشاب، او البنات اللي مساكن كيكونوا مثلا بعاد في الغربه ما يقدروش يشريوا اعشاب. فدائما كنحاول ندير وصفه اللي تناسب الجميع وفي نفس الوقت تكون سهله وتكون قويه ومجربه. وهذا ما كان. ما تنسونيش من خالص الدعاء ديالكم يكون من القلب ديالكم، والله يسهل عليكم ويسر امركم يا ربي ويجمعكم بمن حبيتو في هاد العواجر. هذا ما كان البنات، كنبغيكم من كل قلبي عزيز وغاليين. الله يسهل عليكم ويسر ليكم يا ربي ويفتح لكم باب الخير. خليتكم الساعه على خير وبخير وبسلامه عليكم.